غير بغيت ندير واحد وقفه تخص اللاعب الدولي عسيله، المرحوم عسيله الله يرحمه، اللي توفى منذ يومين. مثل هاد اللاعبين صعيب تعطيهم واحد الوصف. علاش؟ لانه عسيله اللي غيتحدث عليه هو اللي شافه واللي يلعب معاه. انا من المحظوظين اللي شفت عسيله. عسيله كان جناح ايسر، واصعب شيء هو انك تتحدث على شي واحد وتحاول توصفه والناس ما شايفينوش، ولما تنوصفوه بهذا الشكل هكايا تيقولوا شي كلام شي حاجه. لا لا، يعني عسيله لما كنت تشاهدوا تتحس حلاوه كره القدم. عسيله بالرجل اليسرى غنحاول ما امكن نقلب على شي واحد باش نقربوا الناس اللي ما شافوش. اللي شافوه وبغاو يعيطوا ونذكروا عليه ما كاين حتى شي مشكل، غادي يكونوا شايفينه وعارفينه. انا من الناس اللي شفت عسيله وكنت من المحظوظين. تنقلب على لاعب كيفاش داير. هذا يجسد كرة القدم الوطنية كيفاش نعرفوها حنايا. اي ذاك اللاعب الفنان اللي ما تيعتمد شيء على البنية الجسمانية ديالو. كان هو النحيف، ما كانش قوي، ولكن يدير واحد رجل يسرى من اروع ما يكون. وجناح ايسر، ماشي جناح ايسر تمشي اللي من لا تيلعب في الجناح الايسر وتيبقى في الجناح الايسر. هذا هو اللي تيراوغ بلا ما يحرك الكره. وكان ما يسمى ذاك اللي تيمشي بالكره كما في اللغه ديال كره القدم اللي تيديماري يوقف ويديماري، يعني المدافع تيتمحن معاه. ممكن تيحط الكره، عسيله يحط الكره وتيتحرك، المدافع ما تيقدرش لانه الخفه ديالو الله يرحمه، الخفه تيخليك انك لما تبغي تمشي للكره غيحيدها من بلاصتها، كون على يقين. شكل هو وفراس الله يطول عمره واحد ثنائي كبير، اضافه الى الحدادي وطرابه وغيرهم من اللاعبين اللي كانت عند شباب محمديه. وشباب محمديه كان يعني في سنوات طويله بهاد اللاعبين هادو دائما اقوى هجوم، دائما اقوى هجوم. والمحمديه دائما عندهم 3 4 الاهداف تيسجلوها بسهوله. من البارح مثلا فكرت نقول شكون هو اللاعب اللي يمكن عنده شي حاجه حاليا. هادو لاعبين ما كاينش شي مدرب اللي غيقول لي بانه هو اللي قد عسيله تزاد مع هذا اللعب. يمكن تقول له حتى موضوع، انا من نهار اللي كان عسيره في البلاصه ديالو الطريقه باش يلعب هي باش يلعب، باش تقول شي مدرب جا عطاه واحد الطريقه باش يلعب ما موجودش. يمكن الخميري الله يرحمه كان هو اللي دوز معاه يعني وقت كثير، ولكن كان عسيله خصو يشد الكره، خصو يمشي غادي فوق الشرطه ويراوغ ويمرر ويسجل. يعني لقيت قريب شويه لديمبيلي، ولكن ديمبيلي تمشي اللي من يعني عنده ذاك العامي ديال ديك تي اكسليري ويرجع. بوفال عنده من هاد الطريقه باش يلعب هكا كان. نتاسفوا لان ما لو كانوا الصور كانوا يغنيوه، علما بانه هذا الشيء اللي تنذكر على عسيله الله يرحمه كان تيديروا في ملاعب يمكن المحمديه، الدار البيضاء، بعض المدن. ما نهضرش على الرباط لان الرباط كانوا بالفتح ديال التراب، كانوا تيلعبوها في التراب. ومع ذلك كان تيطوع ذاك الكره، تيطوعها ماشي شي جهه، تيطوعها يعني تيدير بها ما بغى. اضافه لانه كان ذكي وكانت عنده واحد شخصيه، وان كان تيبان بانه بحال حشومي وتيميد يعني وتيدير غير خدمته. من اللحظات اللي ما تنسالياش بالنسبه لعسيله هذاك كاس افريقيا اللي جانا في 76، راه دزنا واحد اللحظه من اللحظات عسيله الله يرحمه هو اللي نقد الموقف. علاش؟ كنا لعبنا مع طوغو اقصائيات، لانه كاس افريقيا تمشي ولا 8 ديال الفراقي، خصك تلعب مع بزاف باش يمكن لك تمشي لكاس افريقيا، ماشي بحال دابا 24 فريق كلشي مؤهل. لعبنا مع الطوغو، لا يربي مع غامبيا، لعبنا مع غامبيا انتصرنا عليهم ذهابا وايابا 3-0 هنايا و3-0 في بانجول. المباراه الثانيه خسرناها في السنغال ب2-1 وانتصرنا فاس ب4-0. هادشي باش نمشي لكاس افريقيا. وكان عسيله مسجل هدف الله يرحمه، فراس نجاح ديال بني ملال الهدف الرابع، ما كنتش عاقل شكون اللي سجلو. المهم كانت المباراه كانت في الشتاء في مدينه فاس. المباراه الاخيره باش غنحسموا التاهل لعبناها مع غانا، لعبنا في اكرا، خسرنا ب2-0. وفي الدار البيضاء في ملعب الشرفي وحاضر المقابله لعبنا رابحين ب1-0. بقات 2 ديال الدقائق الناس بدات تخرج
يأسوا، لانه غانا كان ديك الساعه من اقوى المنتخبات على المستوى الافريقي. غانا وما ادراك من غانا. بقى جوج ديال الدقائق، دقه 88 رضوان الجزار الله يطول عمره اللاعب ديال المغرب الفاسي هو اللي اصطاد ضربه جزاء. شكون اللي غينفذ ضربه جزاء؟ هو عسيله. وعسيله الله يرحمه كان في واحد القضيه انه ذاك الضربه جزاء ما تيرجعش حتى 3 امتار، تيوقف حدا الكره. سولوا الناس اللي تفرجوا في الفيلم، انا ما تنقول لكمش شي حاجه اللي الى شي واحد من الناس من هذا الجيل اللي شاف عسيله وقال بانه هذاك الكلام ماشي صحيح، يقول لا لا لا، عسيله كان تيرجع 10 متر. لا، كان عسيله كان تيوقف حدا الكره وتعطاتو ذاك ضربه جزاء اللي هي في دقه 90. يا اما غتسجل تمشي لكاس اثيوبيا، يا اما كون ما تسجلتش ما نديروش كاس افريقيا. تسجلات بالرغم ان الحارس مشى مع الكره، تسجلات هي باش مشينا للضربات الترجيحيه وربحنا اضرب 6-5. هذاك هو باش مشينا ال 76 الكاس افريقيا وجبنا الكاس، بمعنى انه البصمه ديال العسيله الله يرحمه كانت حاضره في هذه المقابله. اذا غير كاين لاعبين اللي صعيب نقول بان شي واحد يعني اثر فيهم، حيت لما تيكون واحد عنده موهبه بحال عسيله الله يرحمه، الموهبه ديالو كانت حاضره، يعني تيمكن لك تسائل شنو غيضيف له المدرب، اش غيضيف له، حيت من نهار اللي شفت عسيله وسع في الجهه اليسرى والمهمه ديالو تيعاود بحال كانه تيعاود، بالرغم انك عارف واش غادي شي راه تيراوغ وتيدير وراه يعني اسلوب ديال اللاعب، وبرغم ذلك ان عنده امكانيات، حيت الواحد ملي تكون عنده مهارات تقنيه صعيب ديك المهارات ماشي محفوظه. هذا ماشي لاعب تيعتمد على الاندفاع البدني ويمشي، لا، هذا المراوغات ديالو عنده كثار، مره يراو هكا مره هكا. يعني الفنان المبدع ما عندوش واحد المراوغه بحال شي واحد اللي عنده تيدفع الكره ويتعرض ليها تيبقى يعاودها، حدهم تيعرفوا اش يدير صافي لا، هذا لاعب عنده مهارات. فالله يرحم عسيله كنت نتمنى ندير معاه برنامج ديال سامر الرياضي، ولكن ما كتبش لظروف ما، ظروف ديالو خاصه. اما كان بامكانه يقولنا بزاف ديال الحوايج. الناس اللي شافوا عسيله راه استمتعوا بعسيله، والشيء اللي تقال فيه راه ما تقالش فيه يعني غير هكاك. فلاعب حاليا داك الشكل ما موجودش، ما موجودش. يمكن في واحد الفتره من الفترات كانوا تيكونوا عندنا بحال هاد اللاعبين بحال هاد النوعيه ديال عسيله، بحال كما قلت قبيله رضوان الجزار ولا بحال بوينيني. هادو لاعبين عندهم شي حويجات ديالهم ما تعلمهم حد، تيجي تزادت معاه بداها بصغرو بقات هي هذيك. فالله يرحم عسيله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. التعازي ديالنا الحاره للاسره ديالو الصغيره والكبيره ولكل الرياضيين، وخصوصا الفريق ديال شباب المحمديه.